صباح جميل في يوم أجمل يوم السبت. أنا كالعادة أريد في كل مرة في كل مناسبة أن أقدم أشياء لمدينتي بالصدفة أيضا، لأنني أمارس في كل صباح حسب الظروف رياضة المشي. طرقت هذا الموضوع لحلقات لأن لدي ضغط دهون وأيضا ارتفاع في نسبة السكر، لذلك أحاول أن أحافظ على حضوري وممارستي. أنا أمر في أثار انتباهي لهذه العملية الجميلة التي يقوم بها المصالح البلدية والإنعاش الوطني. مشكور من هذا الجانب السيد عامل الوزارة والسيد الكولونيل المكلف بالإنعاش على هذه المدينة من خلال بحث الإنعاش الوطني لإعادة هدروها حديقة القدس معروفة هنا بمصدق الأمام، دائرة الحضارية السكية. هذه الحديقة والله العظيم حديقة جميلة بكل أشكالها، بألوانها، بفضاءاتها، بعض الملاعب اللي فيها ومقاعد، تحتاج هذه العناية. وهذه فرصة أيضا نوجه نداء من أجل الجميع أن ينخرط لتصبح نموذج أمثل وأرقى كمتنفس لهذا المنطقة. وحينما أنا جد هذه الأشياء أقاسمها معكم كساكن أو كمسؤولين، هذه يبقى حسنا التعاون في كل جانب. لذلك أنا أحرص كلما أتيحت لي الفرصة أن أبلغ بطريقة خاصة إلى مدينتي وإلى خارج المدينة ماذا يحدث في القنيطرة من حركة انتفاضة جميلة. فهنيئا لنا أولا بهذه الانتفاضة واستمرارية تبقى رهينة أيضا بمشاركة المجتمع المدني وساكنة بالذات المحافظة على بعض الأشياء. سأشير إلى ما هو الواجب الذي يجب أن نقوم به نحن كجميع ساكنة. المجهود يعود إلى مصالح خاصة وعلى مستوى الجماعة الترابية للقنيطرة واستعمارة القنيطرة، ولكن قسم هام هو قسم الخاص بالإنعاش. بفضل مجهودات هؤلاء العمال على الأقل هذه الرسومات المتواجدة التي تلاحظون سيزيلونها، وبالتالي سيعرف الملعب أيضا فرصة خاصة لهؤلاء الشباب من أجل ممارستهم. فتحية لرجال الإنعاش من هذا المنبر على ما يقدمونه من جليل الخدمات، خدمة ولعبوا دور كبير في المحطات الهامة اللي اشتغلوا بها وأعطوها واحد آفاق خاصة وواحد بعد خاص لهذا الجانب الإنساني. نتابعوا واحد العملية ديال هاد العمال هكذا خضع مشكورا. هذه مجهودات كبيرة ومجهودات قيمة، والله العظيم أنا أدعوكم الجميع باش نحافظوا على هذه الحديقة بصدق هي اللي كانت بان لي من أكبر الحدائق ومن أجملها. أبقاها نتابعوا ما يقوم به العمال ديال الإنعاش الأدوار في الجانب. الآن قاعد الصف كتشاهدوا معايا غيتم إذا استكماله باش الحديقة تبقى عندها هاد الجمالية الكاملة اللي تشوفوا. رائعة والله، صورة رائعة جميلة ومن أجملها. أنا أقول لكم أنا أعشق الطبيعة وأعشق تكون طبيعتنا بصفات المأخوذة والجميلة. واحد العملية من العمليات اللي غادي يقوم بها عمال الإنعاش يقومون بعمل كبير على مستوى المنطقة، ودورهم الأساسي هو هكذا، يعني استطاعوا يعطيوا واحد الجمالية لمدينة القنيطرة. فشكرا الإنعاش الوطني والعمليات القنيطرة على هذه المجهودات اللي كتقدم مدينة القنيطرة. نموذج من نماذج الآن في هذا الصباح لقيت الإنعاش كيقوم بالعملية ديال النظافة وديال التبييض ديال الأشجار. عطاو واحد الصورة جميلة، وهكذا نريد مدينة القنيطرة. وأكيد أن هذه المبادرات تأتي دائما في إطار حرص السيد عامل إقليم القنيطرة اللي
عاود حيا هذا الجانب ديال الإنعاش وعطاه واحد دعم خاص. هنيئا، تحياتي. أن تتم عملية تهيئ الصباغة البيضاء الجير كما العادة، باش الحديقة تبقى في المستوى ديال المطلوب الأساسي. وهذه العمليات التهيئية باش يتم محاولة صباغة ديال هذه الحديقة. فإذا هذه العملية على قدم وساق، كتتم العملية في عين المكان، تهيئ قبل لهذه الجوانب الخاصة بصورة أجمل وأروع. ما أجمل أن نعيش نظافة هكذا الأشكال والألوان ما نكسبه من إمكانيات بالقنيطرة تحتاج فقط دائما إلى التفات وإلى حرص وإلى رعاية وعناية. عملية نظافة وتبييض حديقة القدس شكلت أيضا متنفس وصورة أجمل ما أنقلها لكم في هذا الصباح الباكر على مستوى حديقة القدس. هذا الفضاء الجميل المتميز يحتاج دائما إلى عناية ورعاية، وسيبقى على الأقل على مستوى هذه المنطقة المتواجدين بها الساكنية في هذا المحور المتنفس الأساسي. العناية بالملاعب المجاورة، هذه الملاعب أحدثت وعلى الأقل أيضا أعطت فرصة لأبناء المنطقة من أجل ممارسة كل أنواع الرياضة التي هم في حاجة ماسة إليها لكن بعض الملاحظات التي دائما أشير إليها مثل بعض القياس الخاصة وبعض الأشياء التي مثلا والله تحز في نفسي. مثلا حينما نحافظ على هذا السور الواقع الحديدي نحافظ على الملعب، ولكن حينما نقوم بتلك العمليات العشوائية والإزالة في المنطقة بفتح فأن نحن الذين نضيع لا من نضيع. أهلا، صباح خير. مساء الخير. ثمات التراكم وسط الملعب وأمرت الأبد بعيد الآن جاءت مناسبة لإزالتها حتى يصبح الملعب بهذا الشكل بعد ملعب يعني والله على الأقل تنفس. الحمد لله ثبت أن صباغته بهذه الألوان خاصة وهذا يعطي واحد انتظار قضية جميل. أن القنيطرة كما تعرفون ولادة لكرة القدم، فتم الجوانب التنظيف وتم تبييض باقي الجوانب الأخرى هكذا الصورة أجمل. والله أنا أتمنى مدينتي دائما أن تكون هكذا، وشكر كل الالتفاتات الخاصة التي تحظى بها المدينة. صورة أرقى الآن على الأقل المقاعد يتم صباغتهم، أكيد سيستفيد هؤلاء الناس ذوي الأعمار الكبرى من أجل الراحة ومن أجل إيجاد المتعة الخاصة في هذا الجانب. ممرات أيضا جميلة والمقاهي الموضوع أجمل. نقوم إلى عالم تصفيف الأشجار المتناسقة. والله يعني أنا الصباح أيضا هذه فرصة أن أقول لكم جمال والإبداع الطبيعة الموجودة على مدينة القناة بهذا الخصوص. الرجال الآنين يشتغلون الآن يجلسون بحرية ومتعة. السلام عليكم وخير المساء. إذن هذه فرصة أيضا أن أقول لكم الأجواء العامة والراحة خاصة في الجوانب الممتعة لحديقة القدس. الاسم الحديقة اختير على هذه المجسم الموضوع هنا بالحديقة، وهذه الصورة أجمل. الآن فريق الإنعاش يقوم بأعمال متميزة من خلال عملية تشكيل أعمال خاصة أو في الإملاء الخاص. قد صورة أجمل وأروع.
جانب آخر الذي يقوم به وهو عملية التبييض. هذه العملية الخاصة يعني إذن كتوفر الحديقة ديال القدس على واحد العدد ديال الفضاءات الجميلة والطبيعية، مقاعد غادي نوصل لواحد النافورة اللي كنتمناو أنا، حيت هاد التجربة سبق لي هدرت عليها في العديد ديال المناسبات. الإخوة ديال المصالح ديال البلدية، ها هي الصورة. أنا بشهادة الحق اللي حقا اجتهدوا كبير، عطاو هذا اللون، اشتغلوا، وجدوها. كاين واحد الاشكال في هذه المنطقه، انا حضرت درت واحد العمليه ديال اطلاق هذه النافوره، ولكن لقاو صعوبه ديال بصدق ديال السكينه ديال هذه المنطقه. واحد الشباب تيجي والماء تيكون تيخافوا يوقع اشكالات، وبالتالي تم توقيفها بعد ما تعطات التعليمات باش هذه النافوره تعاود تنطلق مرة أخرى وتعطي واحد الثمار. وهذا نداء لجميع المهتمين باش تكون شي واحد الرعاية. هذه الحديقة إلى كملت بهذه النافورة غتعطي واحد المنظر جميل وإبداع خاص. العامل الثاني هذا يقوم بإتمام ما سبق، يعني كيكون بيناتهم واحد التقاسم ديال الفضاءات اللي كيشتغلوا عليها. الآن غادي يمشي باش يكمل ما تبقى في نفس العملية وفي نفس الصورة. شكرا للناعش الوطني.